مساء الهنا والسعادة على الناس اللي سكرها زيادة. ايه رأيكم بقى في الكسكسي بتاعي النهاردة؟ خطير جدا، ما شاء الله اللهم بارك، بيتكلم عن نفسه بجد. على رأي المثل، اللي يعمل كسكسي زينا نقول له يا عمنا احتاري واختاري وتعالي نعمل بقى الكسكسي بطريقة سهلة وبسيطة. ولو انتي اول مرة تعمليه بجد هتعمليه ويطلع من ايدك زي الفل. شايفين؟ هو بجد بيتكلم عن نفسه. وطريقة النهاردة على طريقة ست الحبايب ربنا يرحمها، وهنعمله بقى بطريقة حلوة قوي وسهلة ويطلع من ايدك زي ما انتوا شفتوا كده زي العسل. تعالوا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان الحاجة كده تفيض وتزيد وتبقى كلها بركة. بصوا اللهم بارك. اول حاجة انا هعمل 5 كيلو من الدقيق. بنبتدي نجيب بقى طبق كبير كده ونكون غاسلينه كويس ومنشفينه، ونبتدي ننخل الدقيق بتاعنا. لو في الشتاء عادي ممكن ما تنخليش الدقيق، لو في الصيف لازم تنخلي الدقيق. تعالوا بقى هنضيف نص معلقة من الملح في الكوباية زي ما انتوا شايفين كده، ولازم ندوبها. ما نضيفش الملح على الدقيق، نضيفه في المية وندوبه وبعد كده نسمي بالله. وتعالوا بقى نشوف طريقة الكسكسي السهلة البسيطة اللي بجد يعني انا ببقى مبسوطة بجد وانا بعمله. زي ما انتوا شايفين كده بنبين سطح العمل او الطبق بتاعنا اللي احنا بنعجن فيه، ونبتدي نضيف حبة بحبة، ايد بتلف وايد انا اللي بدلق لنفس المية. بس بعد كده بنتي هتساعدني الصغيرة. بصوا بس طبعا بحرص جدا بضيف المية وعلى طول ايدك بتلف بصوابعك زي ما انتوا شايفين كده. هنا انا بتوه الدقيق بس بتوهه باحترافية. لازم لفة الدقيق بالشكل ده، بجيب من الجناب كده وكل الدقيق، وطبعا بغير على طول مكان المية، مرة من قدام مرة من الجنب، عشان كل الدقيق يتغلف بالمية وما يعملش معايا ما يعجنش. يعني انا مش بعجن هنا، انا مش بعمل عجينة، لا انا عايزاه آه ان انا هبرمه لسه او هبسه، بس طبعا ما يتغلفش جامد بالميه عشان ما يعجنش معايا. هنشوف ازاي واحده واحده معايا كده. ما شاء الله ال5 كيلو من الدقيق خدوا معايا 4 كوبايات ونص من الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا هنا بقى مرحله الدقيق وصلت لايه. اهو اختفى معايا الدقيق خالص، بس كله اتغلف بالميه، بس عامل كده زي حبات الرمل. هنا بقى خلاص كده هبتدي بقى ان انا ابرمه برضو في اتجاه واحد، ما تلفيش في اتجاهين. بصوا هنا انا ابتديت ان انا اظبط نفسي، فرجعت تاني الف في اتجاه واحد ومش هلف، مش هغير الاتجاه بتاعي، يعني ما الفش يمين وارجع الف شمال حتى وانا بضيف الميه. لازما لفيت يمين يبقى خلاص كله بقى كده ان انا الف يمين. برضو هنا البرم لازم جدا تبرمي، بتضغطي جامد كده على الدقيق او الكسكسي عشان يتبرم معاكي، ولما تيجي تعديه من الغربال يبقى مخرز معاكي كده ويبقى زي الحبات اللي انت شفتيها. هو ده بقى الكسكسي اللي بجد يتاكل. انا ما بحبش جدا الكسكسي بتاع الكبة. هنا كنت برمته كويس جدا والكمية معايا بقت زي الفل، كله اتبرم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى طبق والغربال بتاعي، او لو عندك منخل سلك هتمشي معاكي برضه. انا الاول كنت بعمله بصراحة بالمنخل، لكن هو اصله الغربال. عايزة اقول لكم الغربال ده انا بقالي سنتين بدور على حد يجيب لي الغربال، لحد الحمد لله ما اختي جابت لي الغربال. يعني عندي كنز بصراحة. ليه؟ لان انا من النوع زي ما قلت لكم اللي بحب الكسكسي جدا وبحب الطريقه دي. انا عندي الكبه وعندي الخلاط وعارفه طريقته، بس ما انا بحب الطريقه دي بجد. اللي ما جربش الكسكسي بالغربال بجد ما كلش كسكسي. ببتدي برضو في نفس الاتجاه زي ما انتوا شايفين، بضيف كده بالطبق، وابتدي برضو بتضغطي كده بصوابع ايديكي مش بكفة ايدك تعجني الكسكسي تحت ايدك، لا. هنا كده كنت خلاص خلصت برم، عديتهم كده من الغربال. وتعالوا نشوف هنعمل لسه في خطوة تانية سهل جدا وبسيط. اللهم بارك، لا عندي عجن ولا بيسيح ولا الكلام اللي بنسمعه ده كله خالص. عديته كله بالشكل ده ما شاء الله. بصوا لسه بقى في خطوة تاني هنعمل ايه. ببتدي اعديه من المنخل
او من هبتدي اعديه بقى من المنخل ده، انخله تاني، اعدي بقى. بصوا في دقيقة اللي هي ايه الناعمة بشيلها، انا عايزاه ما يكونش فيه حاجة ناعمة. ابتدي برضو تاني، في ناس ممكن تستكفى بكده، بس انا لا، انا عايزة كله يبقى حبات زي ما بقولك، زي حبات الرمل او حبات اللولي بالشكل ده. بصوا ما شاء الله شكله تحفة، كسكسي كسكسي يعني مش كلام. وزي ما قلت بجد، اللي ما جربش الطريقة دي بتاع الكبة ده طعم، وده طعم تاني خالص، يعني اللي مجربه هيعرف انا اقصد ايه. وزي ما قلت كده دي طريقة ست الحبايب ربنا يرحمها واتعودت عليها. ده بقى الناعم ببتدي انسمه تاني بمية واعمله بنفس الطريقة. هنا بقى ما شاء الله كانت عندي الكمية، كنت مبسوطة جدا من الانجاز اللي انا عملته. حلة الكسكسي بقى او حلة وعليها مصفى، بتضيفي فيها ربعها كده مية، وتضيفي عليها معلقتين من الخل عشان الحلة عندك ما تسودش او تعمل من المية. وبعد كده بحط المصفى، وهنا بدل العجين بقى بتجيبي اللي هو الاستريتش راب ده، وبتبتدي تلفيه كده حوالين الحل عشان ما ينفسي معاكي او يطلع معاكي بخار من الجنب. او طبعا احنا كنا زمان بنعمل لها عجينه بالدقيق والرده. هنا طبعا خلاص كده بتغطيها بعد ما بتقفليها، لازم يطلع منها بخار كده. وبعد كده بتبتدي بقى شال عندك فلينة، حتة فوطة كده انت مخصصاها للحاجات دي، او شال زي ما انتوا شايفين كده، شال ابيض مخصصاه للحاجات دي. وبتضيفي مش كمية كبيرة، انا قسمتهم على مرتين، وبتسيبيها وتقفليها وتغطي عليها لمدة تلت ساعة، وتروحي تعملي الحركة اللي انتوا شايفينها دي، تقلبيها من يمين وشمال وتفرفطيها كده. ما شاء الله بصوا زي حبات اللولي حرفيا، يعني ما شاء الله زي العسل. لا معجن معايا ولا مسك معايا من اول واحده لغايه ما هنغرف مع بعض ونقدمه مع بعض، وهو جميل جدا اهو. هنبتدي نديله تقليبه بعد تلت ساعه، وارجع تاني اغطي عليه، واغطي عليه بقى برضو بالغطا، واسيبه تلت ساعه، وارجع برضو اكشفه وابتدي اقلبه تاني واسيبه. بصوا اهو ده كده برضو تاني مره تاني بياخد معاكي من يعني 40 دقيقة ساعة، لان انا مش هرده بمية ولا اي حاجة تاني عشان انا بنشفه. هتشوفوا في الاخر هنعمل معاه ايه بعد كمان ما هنقدمه. هبتدي برضو اقلب كده تاني، وهبتدي سبته. لا انا كشفته 3 مرات، وبعد كده تالت مرة بتشيليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بقى في طبق تاني، وتبتدي بصوا تفككيه برضو كده. ما شاء الله اللهم بارك، مش عايز كلام. استوى معايا طبعا بالدقيق، لا بيشرق ولا اي حاجة خالص. بتزودي الحلة للامان مية تاني، وتبتدي تنشفيها وتبتدي تغطيها وتستني برضو لما البخار يطلع بالشكل ده. وهحط برضو تاني بالشكل ده بقية الكسكسي اللي عندي، وهمشي بقى بنفس الخطوات. عملت الخطوات التانية دي مع نفسي، ولو في اي حاجة مش واضحة في الفيديو اكتبولي في الكومنتات. دي كنت خلاص هنا بقى كده خلصت. وبرضو افككه كده بمعلقة خشب، لاني طبعا اللهم اجرنا من النار، في الوقت ده بيبقى سخن جدا. هضيف هنا، تعالوا نعمل بقى الكسكسي ونقدمه. معلقتين كبار كده من الزبدة، طبعا هو الكسكسي يعني زبدة بلدي او سمنة. وتبتدي على طول تضيفي كده طبقين، او طبعا على قد اللي هياكل من الكسكسي، وتغلفيهم كده بالزبدة. في الوقت ده تقدري تضيفي سكر، وتقدري تعملي زي ما انا هعمل بقى ونقدمه مع بعض بسكر بودر. تقدري تحطي في الوقت ده سكر حبيبات وتقلبيه وهو هيسيح فيه. وطبعا دلوقتي ما شاء الله والله العظيم تحفة، يعني جربوه بجد وهتدعولي. بضيف زبيب وسكر بودر، وابتدي بقى هنا كده اقدمه بالشكل التحفة ده. ادي شكل، وتقدري تقدميه بزبيب بس، ولو عايزه تضيفي من على الوش اللي هياكل بقى يضيف السكر، او تحطي زبيب وسكر زي كده، او تحطي سكر. وتعالوا نضيف كمان حليب اهو، سكر كده بودر، وطبعا نضيف كده نص كوبايه من الحليب، وبألف هنا وشفا على اللي هياكل.
كلنا وخلاص خلصنا. تعالوا نشوف لسه بقى الكمية اللي عندي هعمل فيها ايه. بجيب الصواني عندي وببتدي افرشها كده على الصواني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتاني يوم بحطه في الشمس اهو. لو عندك سطوح بقى بتحطيه، بس خلي بالك بقى من العصافير لا تطلعي تلاقي مفيش كسكسي اصلا. فانا بحطه عندي في البلكونه وبقلبه كل شويه، ولما بينشف خالص خالص يعني يومين ولا حاجه في الشمس ينشف معايا خالص، بعينه كده في اكياس وبيبقى معايا زي الفل. يا رب يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. سلام عليكم.